السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو وعواشركم مبروكه. اليوم جيت نشارك معكم واحد الشباكيه اللي كتجي رائعه وناجحه من اول تجربه. بسم الله على بركه بالنسبه الله. للمقادير، عندي واحد كيلو ديال الدقيق فرص خاص بالحلويات. عندي كاس ديال العنبه ما بين الروميه وبلديه النص، بلديه ونص روميه، 2 معالق كبار ديال الخل. عندي كاس العنبه ديال الزبده دايبه. عندي كاس ديال ما بين الججلان واللوز نص نص منيدين مزيان مزيان. كاس ديال ما زهر فيه زعفران حور مرقدين فيه، ونص ضامه ديال الزعفران حور. عندي معلقه ديال حبه حلاوه، معلقه ديال النافع، نص ومعلقه صغيره ديال القرفه. وعندي معلقه صغيره ديال خميره الحلويات وشويه المسكه الحره اللي مدقوقه. كناخذوا المقادير ديالنا، يعني الدقيق كنضيفوا ليها ديك معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه صغيره ديال القرفه. كنضيفوا داك الكاس اللي فيه الجلجلان واللوز اللي منيلين مزيان مزيان باش ما يبقاوش دوك الحبيبات اللي غيعذبونا ملي نكونوا تنطلقوا العجين ديالنا، ما يبقى يتقطع الا بقاو. كنضيفوا ديك المسكه الحره. المهم المقادير كلها اللي عندنا غنضيفوها كلها بدفعه واحده. الزيت حتى هو ضفناه ما بين زيت البلديه وزيت روميه، دوك مع 2 معالق ديال الخل. الزبده درت انا حيوانيه. كاس ديال الماء زهر اللي مرقده فيه الزعفران حور وضامه ديال الزعفران حور، نص ضامه درت انا، نص ضامه. المهم وضفت ديك الخميره الحلويات. صافي كنبدا نخلط العناصر كلها ديالي. كنحاول في نفس الوقت ندخل العناصر في الدقيق وفي نفس الوقت كنجمعها. وهاد العجينه كتجي ساهله يعني وتنجح لكم شباكيه من اول مره. يعني بالنسبه للمبتدئات، انا كنهضر غير مع المبتدئات، اما المحترفات راه تبارك الله عليهم راه غيعرفوا احسن مني. المهم كناخذوا داك العجين كما قلت لكم ونبداو نجمعوا فيه. ما تيحتاجش يعني ما كيحتاجش للدلك ولا شي حاجه، ساهل دغيا دغيا تجمعوه. صافي انا كما تشوفوا معايا راه يعني بحال دخلت العجين كله، دخلت لها دوك العناصر. من بعد دابا غنزيد واحد شويه الماء زهر باش نحاول غير العجينه تجمع ليا. خصها تجي قاصحه ماشي تجي رطبه، تخليوها قاصحه قاصحه حيت تجمعوا لكم. واخا تشوفوها راه زعما العجين مقطع وداك الشيء ما تخافوش. صافي كنزيد انايا هنايا واحد شويه ديال الماء زهر. كنحاول غير باش نجمع العجين تجمع ليا. صافي كنبقى نجمع فيها. هنا خاصني غير واحد شويه باقا ما تجمعاتش ليا مزيان. انا ضفت واحد شويه بحال دابا، بحال هزت ليا كاس ونص ديال الماء زهر. داك الكاس الاولاني اللي قلت لكم اللي رقدت فيه الزعفران حر، وضفت واحد نص كاس اخر. صافي هانتوما العجين شتي كي تجي القوام ديالها كيجي بحال هكا، كيبان لكم بحال مقطعه. صافي وتجي قاصحه. كناخذوها كنديروها في واحد البلاستيك غذائي، كنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. ومن بعد غنرجع معكم باش غندوزو. دابا غناخذوها غنقطعوها قطع وغنضيفوها بلاستيك، ردوها في بلاستيك غذائي. دائما خليوها ما تخليوهاش في الخارج برا. كنديروا ليها هاد الطريقه كما كتشوفوا معايا. كنسرحوها مزيان تنطويو الجوانب من هنا ومن هنا، وكنعاودوا نطلقوها. تنقولها الطريقه تنقولها الفيلطاج. وكنعاودوا نجمعوها وكنخليوها ودائما في البلاستيك غذائي باش ما تنشفش لينا العجين ديالنا. صافي ومن بعد كندوزو كنديروا وحده فوق وحده باش كنبقاو عاقلين على اول وحده صايبنا. كندوزو كنبداو بحال هكا كنحلوها على سطح العمل. تنطلقوها مزيان بالدلاك، كنستعملوا بالدلاك. ومن بعد كندوزوها في الماكينه ديال كما تشوفوا. انا راه صورتها وما ما تصوراتش ليا، ما لقيتهاش. المهم كندوزوها في نمره 4 وعاد عاوتاني كنعاودو باش كنقادوها بالدلاك مزيان. انا عندي هاد القطاعه
سهلت عليا المأموريه، خديتها في الحقيقه نفعتني. احسن ما تديروا ديك الجراره كتجيكم وحده كبيره وحده صغيره، هذه كتجيكم يعني الحبات مقادين، يعني كيعطيوكم نفس العبار ونفس. بالنسبه للمحترفات انا كما قلت لكم تنهضر، عفوا بالنسبه للمبتدئات اللي كيتعلموا كتبداو بحال هكا. اما تبارك الله على المحترفات راه كما داروا كتجيهم، يعني كيكونوا عابرين عارفين. صافي كناخذوا كنبداو نشكلوها بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. كنهزوا وحده ونحطوا وحده ونهزوا وحده ونحطوا وحده، وكنشدوا داك الرويس مع الرويس كنلصقوه وكنقلبوها وكنحاولوا نقادوها. نتوما راه طريقه سهله يعني ماشي صعيبه. ها هي كما كتشوفوا معايا كي جات الاولى. نعاود معكم عاوتاني واحده اخرى. ها نتوما كما كتشوفوا كنهزوا الاولى ونهبطوا الثانيه ونهبطوا عاوتاني. ها نتوما كنقرصوا الاخرانيه كنقرصوهم ونحاولوا نهبطوا هكا. كنبقاو تنبس بعنا باش وكنقلبوا. المهم نتوما تشوفوا الصوره هي اللي كتوريكم. ها نتوما هانتوما كيت هادشي. نعاود لكم واحده اخرى. تهزوا وحده وتحطوا وحده وتهزوا وحده وتحطوا وحده، كتجيو حتى الاخرانيه كتقرصوها. تتقرصوا دوك الجوج، تبقاو قابطين بصبعكم، كتحطوا صبعكم بحال هكا. هانتوما كما كتشوفوا تبعوا وكتقلبوا. هذيك تتقلبوها وتعاودوا ديروا على فوقانيه. راه واخا كتجبدوا العجين ما كيتقطعش. صافي كتقرصوا في الجناب. ها هي الشباكيه ديالنا. نعاودوا معكم واحده اخرى. صافي وهذه هي الشباكيه ديالنا. هانتوما راه ساهله زعما ما فيها شي حاجه. المهم كناخذوا المقله اولا الكوكوط اولا فاش غتقليوها، كنديروا فيها الزيت، كنخليوها تتسخن مزيان مزيان تتسخن. عاد كنبداو نلوحوا الحبات ديالنا الزيت اللي هي سخونه، تنقليوها. كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للنار خصها تكون متوسطه، ماشي مجهده وماشي باش ما تحرقش لينا، وما تكونش يعني ناقصين عليها بزاف. متوسطه، نار متوسطه. صافي وراه ملي كتطيب كتشوفوها كتطلع الفوقه. المهم نتوما غديروا غير المقدار اللي غتهز لكم. صافي وغتبداو تشوفوها، تبداو تقلبوا فيها، تقلبوها لما تبدا تحمر بقاو تقلبوها. والعسل ديالنا بطبيعه الحال غيكون وجدناه، راه حنا مشاركين معكم العسل اللي درناه داك العام. يعني هو الشباكيه تتكون في العسل تيكون يعني جامد. الشباكيه كتكون سخونه، كي كنحيدوها مباشره كنحاولوا نسقطروها غير فداك يعني فداك لالوش اللي كنهزو بها. كنسقطروها في ديك الساعات وكنعاودوا نديروها نغسوها في العسل مباشره وهي سخونه. كتكمل الطياب في العسل، كتحمر مزيان.
صافي كنبداو نقلبوا فيها. نتوما كما كتشوفوا تتبدا تحمر، وحنا كنقلبوا ونحمروها ونقلبوها غير بشي حاجه اللي خفيفه باش ما تتكسرش، شي عويد ديال هذاك ديال الشوا اولا بحال هذا اللي عندي انا. صافي كتبدا طيب، كنبقاو نحيدوها كما قلت لكم مباشره بالعسل تنغطسوها ونبقاو. واخيرا الشباكيه ديالي وجدات كما كتشوفوا معايا، كنرشوا عليها هكا رشيشه ديال الجلجلان وكتقدموها كما كتشوفوا معايا. كتجي رائعه وبنينه وهشيشه، والمذاق رائع ومعلكه. ما نقولش لكم يعني بالنسبه للمبتدئات يتبعوا غير المقادير والطريقه وما يخافوش منها. حاولوا هكا بنادم يتعلم واخا غير في نص كيلو، المهم وما يعكش. ايوا هذه هي الشباكيه ديالنا، تنتمنى تعجبكم، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.